أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. شاهدوا الحمامة فين عششت. طبعا اختارت الريش وصنعت العش. وعندنا هذه الحمامة بيضت. ما شاء الله تبارك الله، 2 فراخ. عندنا هذه البيضة كما تلاحظون. طبعا واضح أن الفرخ ميت داخل البيضة، يعني بدأت تتكون العروق الحمراء. ركزوا، بدأت تتكون العروق الحمراء ومات الفرخ داخل البيضة. هذه تعتبر فاسدة. وأيضا عندنا هذه البيضة فاسدة كما تلاحظون، لونها أصفر أو فارغة، أو نلاحظ أنها فارغة. هذا يعني أن هذه البيضة فاسدة من الأول. وأيضا أي بيضة نلاحظها خفيفة طبعا تكون فارغة أو فاسدة يعني من البداية. ولكن كما تلاحظون هذه البيضة هذه نلاحظ أن البيضة يوجد فيها محتوى داخل. وأيضا نلاحظ العروق المتكونة. هذه كان يوجد داخل الفرخ.